نبدأ مع بعض الدرس الأول، مفهوم الأول لعلوم الصف السادس الابتدائي. الخلية كنظام. يعني إيه خلية ويعني إيه نظام؟ النظام هو جزء أو أجزاء مختلفة تعمل معا بطريقة معينة، أو أي شيء له وظيفة وبنية معينة، زي الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو نظام السكة الحديد. الجهاز الهضمي ليه وظيفة الهضم، الجهاز التنفسي ليه وظيفة التنفس، وهو بيكون من أجزاء وأعضاء زي ما احنا خدناها قبل كده بتعمل لي وظيفة معينة. والنبات برضو نظام، زي ما خدنا ودرسنا السنة اللي فاتت الخشب واللحاء وازاي بيعمل عملية البناء الضوئي، كل حاجة فيها ليها وظيفة معينة. لو جينا خدنا عينة من النظام زي شريحة من البصل، فعايزين نشوف من جوه البصل ده بيتكون من ايه، اصغر حاجة فيه ايه، شكله ايه من جوه. فهنستخدم جهاز اسمه الميكروسكوب. زي ما هو باين قدامنا الميكروسكوب بيتكون من تحت القاعدة وبعدين المرآة والشريحة اللي أنا بحط عليها، الشريحة اللي أنا بستخدم فيها العينة زي البصل أو غيره، بحطها على المنصة وبثبتها على المنصة بمثبت حاجة عاملة زي المشبك كده، وفي الدراع اللي أنا بمسك منه، وفي المقبض الضابط الدقيق اللي بدور منه البقرة عشان أقدر أشوف كويس، في الضابط الكبير كمان، وفي عدسة عينية دي اللي أنا بحط عيني فيها عشان أبص على العينة، وتحت العدسة الشيئية وهم بيبقوا 3 في الميكروسكوب العادي ده، كل عدسة منهم بتكبر أكتر، والاسطوانة اللي بيكون من فوق العدسة العينية ومن تحت العدسة الشيئية، وببدل لحد ما أقدر أشوف العينة كويس. أول حد قام باستخدام العملية دي الميكروسكوب، بس كان ميكروسكوب أبسط من كده شوية، هو العالم روبرت هوك في عام 1665. استخدمه عشان يقدر يفحص الأشياء الصغيرة اللي هو مش شايفها كويس، فقدر فعلا يشوف الحاجات دي وأصغر فأصغر. وهو أول من استخدم كلمة خلية. خلية دي أصغر حاجة هو قدر يشوفها جوه العينة اللي هو بيكشف عنها، سواء عينة نباتية، خلايا نباتية، أو خلايا حيوانية زي ما هي باينة قدامنا. فالميكروسكوب ساعد العلماء إن هم يكتشفوا التفاصيل الصغيرة للخلية، ومع تطور الميكروسكوب استخدام ميكروسكوبات أعلى وأعلى قدروا يكتشفوا نواة الخلية النباتية. تبقى الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي، أو وحدة بناء الحياة على الأرض كلها، وهي أصغر حاجة قدرنا نوصل ليها باستخدام الميكروسكوب. الخلية مسؤولة عن جميع العمليات الحيوية، كل خلية ليها وظيفة معينة بتقوم بيها. يعني في النبات اللي بيقوم بعملية البناء الضوئي غير اللي بيبقى موجودة في الخشب اللي بتطلع المية أو الأملاح، أو بتنزل العناصر الغذائية لبقية أجزاء النبات. كل خلية مختلفة ومتخصصة في حاجة معينة. الخلايا صغيرة جدا ما أقدرش إن أنا أشوفها بعيني، زي البكتيريا. عندي طول الخلايا النباتية أو الحيوانية ما بين 1/10 ل5/1000 مليمتر، وأحيانا بتكون الخلية دي كبيرة جدا زي البيضة بتاعة الفراخ، ودي البيضة اللي هي غير مخصبة اللي ليس بها جنين، يعني مش هتطلع لي كتكوت، بيضة عادية إن أنا باكلها في الآخر. دي أكبر حجم من الخلية الواحدة أقدر إن أنا أشوفها بعينيا، لكن أغلب الخلايا بتكون صغيرة جدا 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 ولازم ميكروسكوب دقيق عشان نقدر إن أنا أشوفها. وربنا سبحانه وتعالى خالق كائنات وحيدة الخلية، يعني بتتكون من خلية واحدة بس، زي البكتيريا أو بعض الجراثيم. إنما باقي الكائنات عديدة الخلايا زي الإنسان والحيوان والنبات فيهم ملايين 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 الخلايا، كل خلية ليها وظيفة معينة. يعني الخلايا اللي موجودة في الكبد غير اللي موجودة في المعدة غير اللي موجودة في إيدي، كل حاجة مسؤولة عن وظيفة معينة. يعني لو شفنا جسم الإنسان ودخلنا منه على الجهاز الهضمي، جسم الإنسان بيكون مجموعة من الأجهزة، منهم جهاز زي الجهاز الهضمي. لو اخترت عضو من الجهاز اسمه المعدة، المعدة باخد منها نسيج زي شريحة أقدر إن أنا أكشف عنها تحت الميكروسكوب زي ما احنا عملنا مع البصل. نسيج، النسيج ده بشوف منه خلايا، يبقى كل خلايا بجمعها بتكون لي نسيج، مجموعة أنسجة بتكون لي عضو،
مجموعة أعضاء بتكون لي جهاز، مجموعة أجهزة بتكون لي جسم الكائن الحي. يبقى خلايا تكون أنسجة، تكون أعضاء، تكون أجهزة، تكون جسم الكائن الحي. والخلية زيها زي أي نظام، ليها احتياجات زيها زي الكائنات الحية عادي، تحتاج لطاقة وهواء ومية. الطاقة بتاخدها من الغذاء، والهواء بتاخده من الأكسجين لو كان الإنسان طبعا، والمية دي بتساعدها على حاجات كتيرة. فالطاقة اللي بتحتاجها الخلية بتكون على شكل غذاء وأكسجين لكي تنمو وتعيش، وبرضو بتتخلص من الفضلات. يبقى هي نظام قائم بذاته. وزي ما قلنا المية مهمة جدا جدا للخلية، بتساعدها على الحماية من الجفاف، بتسهل حركة عضيات الخلية. عضيات دي مصغر أعضاء، يعني المكونات بتاعة الخلية من جوه، وهناخدها دلوقتي. بتسهل حدوث العمليات الحيوية داخل كل خلية. لكن لو المية دي كانت زيادة عن حاجة الخلية، ممكن إنها تنتفخ تنفجر. فلازم تكون الخلية قادرة إنها تحافظ على التوازن بتاع المية، بتاخد اللي هي محتاجاه والزيادة عنها بتخرجه لبره. لو جينا نقارن ما بين احتياجات الخلايا واحتياجات الكائن الحي الكبير معقد التركيب، هنلاقي إن هما الاتنين عايزين يحصلوا على الغذاء للحصول على الطاقة، والمية لإتمام معظم العمليات الحيوية، وضوء الشمس طبعا، والتخلص من الفضلات الضارة زي ثاني أكسيد الكربون والأملاح الزائدة. لكن أوجه الاختلاف ما بينهم، الخلية لا تحتاج إلى مأوى، هي صغيرة جدا جدا وداخل الجسم، فمش محتاجة إنها تبقى عايزة مسكن. لكن الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان ونبات محتاج مأوى أو مسكن إن هو يعيش فيه. الخلايا تحتاج لغاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بس، لكن الكائنات الحية بتحتاج للهواء كله بجميع مكوناته، أكسجين وثاني أكسيد الكربون ونيتروجين. نيجي نشوف مكونات الخلية، العضيات اللي احنا قلنا عليها. الخلية النباتية بتتكون من جدار الخلية من بره، وبعدين غشاء الخلية والنواة وشبكة اندوبلازمية وميتوكوندريا وسيتوبلازم وفجوة عصارية كبيرة بتبقى مليانة بالمية وبلاستيدات خضراء طبعا وجهاز جيولوجي. أما الخلية الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي، عندها غشاء للخلية فقط، عندها نواة وشبكة اندوبلازمية برضو وميتوكوندريا وسيتوبلازم وفجوة عصارية بتبقى صغيرة، ما عندهاش بلاستيدات خضراء طبعا، وعندها برضو جهاز جيولوجي. وهنشوف مع بعض كل عضية من دول وظيفتها ايه. أول حاجة الجدار الخلية، ده موجود في النباتات بس، هو مادة خارجية صلبة بتديها الشكل المحدد ليها. تاني حاجة غشاء الخلية، موجود في الخلية النباتية وفي الخلية الحيوانية. الطبقة المحيطة بالخلية اللي بتتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية وتخرج منها، يعني أكنها البواب بتاع الخلية بيشوف مين اللي يدخل ومين اللي يخرج. أما السيتوبلازم موجود في الخليتين، ده السائل اللي موجود وبيكون فيه جميع عضيات الخلية وبيمر فيه العمليات الحيوية والمية والفضلات وكل حاجة. نواة الخلية، وطبعا دي أهم حاجة في الخلية، تتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسام الخلية، يعني هي اللي بتحدد وظيفة الخلية دي إيه. أما الميتوكوندريا هي اللي بتحول السكر إلى طاقة للخلايا. السكر طبعا الغذاء بتاع الخلية اللي هي بتاخده من الجسم بتحوله إلى طاقة، يعني هي مصدر الطاقة بتاع الخلية. جهاز جيولوجي بيساعد في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها، سواء حاجة معينة أنا هبعتها لخلية تانية أو فضلات أنا مش عايزها، فبتغلفها وبتحضرها خرجها بره. البلاستيدات الخضراء، وقلنا إن دي موجودة في الخلايا النباتية بس، اللي فيها مادة الكلوروفيل اللي بيقوم بيها النبات بعملية البناء الضوئي، وبتكون موجودة في الورقة بتاعة النبات. الفجوة العصارية طبعا كبيرة في الخلايا النباتية وصغيرة، فجوات صغيرة في الخلايا الحيوانية، هي بتشبه الكيس وتستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمية والفضلات في الخلايا النباتية، وبتحتوي الفجوة الكبيرة على المية.
الشبكة الإندوبلازمية موجودة في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، بتساعد في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. يعني لو جينا تخيلنا الخلية دي كنموذج لمدينة صغيرة، هتكون النواة دي هي مجلس إدارة المدينة، أهم حاجة في المدينة، هي اللي بتدير المدينة كلها. غشاء الخلية هيكون هو الحرس اللي على البوابات بتاعة الخلية، تشوف مين اللي يدخل ومين اللي يخرج. الميتوكوندريا هي محطة توليد الكهرباء بتاعة الخلية كلها. السيتوبلازم هي الشوارع بتاعة المدينة. الفجوة العصارية هي محطة المياه المعدنية اللي بتشرب منها الخلية. احنا ذكرنا عمليتين اتنين، عملية البناء الضوئي وعملية التنفس الخلوي. البناء الضوئي اللي بتعمله النباتات، والتنفس الخلوي اللي بتقوم بيه الخلية ازاي بتتنفس. عملية البناء الضوئي بتحصل في البلاستيدات الخضراء في الورقة طبعا، بتحصل انها بتتحد المية وثاني اكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس، بيديني سكر الجلوكوز اللي هو الغذاء بتاع النبات زائد غاز الاكسجين. اهميتها انها بتديني الغذاء اللي هو سكر الجلوكوز بتاع النبات اللي هو بيتغذى عليه. يبقى انا عندي ميه وثاني اكسيد الكربون مع طاقه ضوئيه اللي هو ضوء الشمس، بيحصل في الورقه في وجود ماده الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء، بتديني غاز الاكسجين والسكر. دي نواتج عمليه البناء الضوئي. اما التنفس بيحصل في الميتوكوندريا بتاعه الخليه، بيتحد سكر الجلوكوز مع الأكسجين اللي هو الغذاء اللي موجود في الخلية مع غاز الأكسجين اللي هي اتنفسته، بتديني ايه؟ مية وثاني أكسيد الكربون وطاقة المهمة للنبات، لأن احنا قلنا الميتوكوندريا هي مصدر الطاقة بتاع الخلية. أهميتها بتنتج الطاقة اللازمة للخلية. يبقى أنا المعادلة اللي بتحصل بتاعة التنفس سكر جلوكوز مع أكسجين جوه الميتوكوندريا، بتديني مية وثاني أكسيد الكربون وطاقة. يعني يعتبر إن البناء الضوئي عكس التنفس نوعا ما. فالميكروسكوب مهم جدا إن هو ساعد العلماء إن هم يفسروا لنا كل ده ويشوفوا الخلية والعضيات اللي موجودة جوه الخلية. العلماء بيستخدموا الميكروسكوب عشان يجمعوا المعلومات دي ويعملوا رسومات توضيحية نقدر إن احنا ندرس بيها جسم الإنسان أو الكائنات الحية. العلماء دول اسمهم علماء الخلايا، بيدرسوا الخلايا ويدرسون آلية عمل الخلايا، يعني وظيفتها ايه أو بتشتغل ازاي داخل الكائن الحي. العلماء دول بيعملوا ايه؟ بتصميم وإجراء التجارب، بيبحثوا عن كيفية استجابة الخلايا للمتغيرات المختلفة. يعني ممكن يدخلوا لها مادة معينة يشوفوا الخلايا دي هتستجيب ازاي، أو مادة تانية ممكن أطلع منها بحاجات مفيدة تفيد البشرية كلها. تحليل البيانات وتقديم النتائج إلى الباحثين الآخرين، إن هم بيعملوا نشر للنتائج اللي هم وصلوا ليها بحيث يستفيد منه العالم كله. طبعا بيشتغلوا مع الأطباء لمراقبة كيفية عمل الخلايا عشان يصلحوا جسم معين باستخدام الأدوية. يعني يجربوا الدواء ده هل مناسب إن هو يعالج الخلية دي ولا لأ، يجربوا أدوية تانية لحد ما يوصلوا للعلاج المناسب الفعال للحالة دي. يعملوا في الزراعة ويدرسوا كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل بيئة مختلفة. يبقى هم وظيفتهم إنهم بيدرسوا الخلايا ويجربوا عليها حاجات كتير إنها تفيد البشرية باستخدام الميكروسكوب وميكروسكوبات أعلى منها زي الميكروسكوب المركب، إن هو بيكبر الصورة أكبر فأكبر عشان يقدروا يدرسوها بسهولة. طب أنا عندي الخلايا أصلا بتكون شفافة معظمها، فبيستخدموا صبغة معينة إن هم يحطوها على الخلية عشان تبين جزء هو صعب إن هم يشوفوه فيبين لهم أحسن. من أمثلة الصبغة دي صبغة اسمها أزرق الميثيلين، هي صبغة لونها أزرق زي ما احنا شايفين. دي خلايا للغشاء المبطن للخد، يعني الخد من جوه. خدنا نسيج منها بسيط حطيناه تحت الميكروسكوب، حطينا عليه أزرق الميثيلين عشان يبين لي زي ما أنا شايفة كده النواة بتاعة الخلية. وبفضل التكنولوجيا واستخدام حاجات أحدث وأحدث، بدل ما أنا أقدر أشوف الخلية مستوى مسطح بس، لأ قدرت إن أنا أشوفها 3D،
ان انا اوصل الميكروسكوب بالكمبيوتر واقدر اشوف الخلايا دي من جميع الجهات، فوق وتحت ويمين وشمال، صورة 3D اكنها حقيقية قدامي، وبقلبها عشان اقدر ان انا ادرسها احسن فاحسن. طبعا ده ساعد لعلماء الأحياء على معرفة المزيد عن أجزاء الخلية وكيفية انقسامها، وساعد الأطباء اللي بيعالجوا السرطان في تقديم المزيد من المساعدة للمرضى المصابين بالسرطان. الخلايا الطبيعية بتنقسم بصورة طبيعية بمستوى معين بعدد معين. أما تكون الخلايا دي مصابة بالسرطان بعرف منين؟ إنها بتنقسم بسرعة أكبر من المعتاد، فدي خلايا بتكون مصابة بالسرطان. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا، ونتقابل في الدرس القادم إن شاء الله.